عام 2019 كنت في مطعم عدني في الكندرة في جدة، كان يقدم ألذ زربيان دجاج ممكن تدوقوه، بس للأسف وقت الهدد قفلوه. صراحة جاتني ضيقة، بس اليوم بنحاول نعمل نفس الوصفة في البيت. وقولوا لي تحت ايش في مطاعم تقدم الزربيان الدجاج على أصوله. حنجيب القدر وننزل عليه كمية من الزيت وننزل عليه البصل ونرش الملح عشان تطلع مويته ويتحمر معانا بسرعة. وفي الخلاط حضيف ثوم، البصل المقلي، كركم، بهارات مشكلة، فلفل أسود وملح ولبن. في نفس القدر حنزل الدجاج لين ما يتحمر وننزل عليه الصوص اللي عملناه ونزود عليها مويه ونخلي الدجاج ينطبخ لمده ربع ساعه. وعلى جنب نطحن الزعفران مع شويه مويه. الدجاج استوى معانا، حنزل البطاطس ويطبخ لمده 5 دقائق، وبعدين حنزل عليه الرز النص السوا ونحط فوقه الزعفران والبصل المقلي، وحنسيب القدر على نار واطيه يطبخ لمده ربع ساعه، وبعدها حبخرها بشويه فحم وزيت لمده 3 دقائق. وكذا طبخة الزربيان الدجاج جهزت معانا. حنشيل الطبق اللي فوق اللي هي عباره عن الرز الابيض والبصل المقلي. وشوفوا ما شاء الله حبة الرز نثرية والدجاج والبطاطس مستويين والنكهة من الآخر. أخذت لي صحن غرفت على جنب عشان هذا حيكون غدا البيت اليوم. الحين جاء وقت الدواق ونشوف هل الزربيان طلع نفس اللي في المطعم أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية بطاطس، دجاج، رز مع بصل. يلا بسم الله. صراحة بعد اليوم دقيقة راحت. طعم جبار، لازم تجربوها.